اسمع كده معايا، ربنا بيقول ايه للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني اليهود والنصارى مش هيرضوا عنك إلا لما تبقى زيهم، إلا لما تبقى واحد منهم بتحرفهم لكلام الله وقولهم إن الله ثالث ثلاثة وأن لله ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ده غير كذبهم وخيانتهم للعهود وافترائهم على الله. يا أخي ده أنت بتستعيذ كل يوم من إنك تكون زي اليهود والنصارى وأنت مش واخد بالك. مش أنت بتقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما هو المغضوب عليهم دول اللي هم اليهود، والضالين دول اللي هم النصارى. فربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو اتبعت أهواءهم ومشيت وراهم بعد اللي عرفته ما لك من الله من ولي ولا نصير. يعني خلاص ربنا هيتخلى عنك. وده في تحذير شديد اللهجة من اتباع أهل الضلال ومجاراتهم، وأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فاللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، ونجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين من بطشهم وظلمهم، ولا تدع للكافرين الظلم الطغاة على المؤمنين سبيلا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. بس قبل ما تخرجوا من الفيديو يا ريت لو مش مشتركين تشتركوا في القناة وتوصلوني 1000 مشترك. وأهم حاجة في نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.